بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي عشاق الكرة، مع محترم الزمالك ينتصر على حرس الحدود 3-2. المصري البورسعيدي 1-0 ضد فرق. رسميا محمد صلاح في الهلال السعودي. عمر مرموش يحقق حلم طفولته بالانتقال إلى نادي مانشستر سيتي. جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك يتلقى صفعة 9-0 من نادي الهلال السعودي. قوم يا حماده، قوم عادي يا حماده، ذهب الليل وطفح الكيل يا حماده، قوم يا حماده، كانت خليفه الندامه يا حماده، قوم عليك فلوس يا حماده، قوم. ديانج يعود قريبا للنادي. النهارده كان في مباراتين في الجوله الثامنه من الدوري المصري الممتاز. كان الزمالك بيلاعب حرس الحدود. المباراه كانت الساعه 4 العصر. الزمالك قدر يتغلب على حرس الحدود 3-2 في مباراه قمه الاثاره، قمه التشويق، قمة المتعة. زمالك الشوط الأول رجع تاني. الزمالك بنسبة 70-80% خلص المباراة من الشوط الأول. الشوط الأول انتهى 3-1 لنادي الزمالك. زيزو رجع تاني، هدفين، المكنة رجعت تطلع قماش، أصبح 3 أهداف في الدوري الممتاز، وبيحتفل بوكس تو بوكس مع شيكابالا. النهارده حرس الحدود كان ليه ركلتين جزاء، نادي الزمالك كان ليه ركله جزاء. كل النهارده التحكيم هو الشغل الشاغل في المباراه، لكن بعيدا عن التحكيم نادي الزمالك يصل الى النقطه رقم 17 في الدوري الممتاز بالتساوي مع بيراميدز في المركز الثالث، والاهلي 18 نقطه. اصبح الصراع مشتد ومحتدم ما بين الرباعي. نخش بعد كده على مباراة المصري البورسعيدي، اللي المصري خد من المباراة اللي هو عايزه، هدف واحد يكفي بالنسبة لعلي ماهر، وبورسعيد خد بيها 3 بونت، اصبح في المركز الخامس ب15 بونت. النهارده بقالنا يومين 3 بنقول محمد صلاح رسميا في الهلال السعودي. محمد صلاح خلاص خلص مع المستشار تركي آل الشيخ في الصفقة بالانتقال إلى الهلال السعودي. محمد صلاح رايح بأرقام كبيرة جدا، لكن اعتراف محمد صلاح في السعودية هيثير الجدل بالنسبة للشارع الرياضي المصري. الناس اللي بتشجع كورة في مصر 90% من الشعب المصري. وصلاح حالة من الحالات اللي في حياته. بالصبح بيسأل محمد صلاح بيلعب النهارده ببطولة ايه؟ ارقامه القياسية ايه؟ متابع صلاح بكل حذافيره. بيحب يشوف محمد صلاح في الدوري الانجليزي، دوري ابطال اوروبا مع علية القوم، شايفه زي ميسي، شايفه زي رونالدو. فمحمد صلاح بالنسبة بعيد عن الاحتراف حالة للمصريين، لدرجة ان في ناس بتتفرج على كورة تتفرج على محمد صلاح. لو مثلا كاس الاتحاد الانجليزي ولا كاس الرابطة ولا بطولة مش مشارك فيها صلاح ممكن ما يتفرجش على الماتش، او الماتش ملهوش عنده اهتمام. لو محمد صلاح في ناس يخرج اخر 10 دقايق بيسيبوا التلفزيون ويمشوا. فهو محدد حالة لأول مرة الشعب المصري يتفق على لاعب بهذا الشكل. أخلاق، نتمنى له التوفيق. هو في الهلال السعودي رسميا، والايام مفيش اقرب منها. النجم عمر مرموش، اللي النهارده عمر مرموش انتصر في الملعب على كابتن رضا عبد العال. عمر مرموش 5 سنوات في مانشستر سيتي، يصبح اللاعب المصري الوحيد اللي هيتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا، اذكى وانصح مدرب في العالم بيب جوارديولا. النهارده عمر مرموش بيحقق حلم
الطفوله بالانتقال لمانشستر سيتي، زي ما كان معاه لقاء مع الاعلاميه اسعاد يونس قال ده الكلام ده بنفسه، ان انا نفسي احقق حلم طفولتي باللعب هناك. النهارده لكل مجتهد نصيب. عمر مرموش سد ودانه، ادى في الملعب، اشتغل على نفسه. اللي بيدي الكوره بتديه، واللي بيحترم الكوره بتحترمه. النهارده المسخره كلها في جوزيه ميز مدرب نادي الزمالك السابق. النهارده جوميز بياخد 9-0 من الهلال مع الرأفة مع فريقه الجديد الفتح السعودي. عايزين نقول له من خرج من داره اتقل مقداره، والمفروض جماهير نادي الزمالك ما تزعلش من جوميز، المفروض انها تزعل عليه. النهارده خبر حلو لجماهير وعشاق النادي الاهلي، عوده الدبابه الماليه اليو جانج راجع نص الملعب تاني. ده زي ما انا قلت قبل كده كان بيسوق قبيله لوحده. الاهلي دلوقتي معاه 4 محترفين اجانب، ناقص محترف واحد بنسبه كبيره قوي. تم الاتفاق على رجوع ديانج عشان يمسك نص الملعب في كاس العالم للانديه. النهارده شفنا يوم رياضي كبير، شفنا النهارده احمد حسن كوكا ينضم الى فريق جديد في الدوري الفرنسي، شفنا النهارده عمر مرموش ينتقل الى السيتي، ودي نقله كبيره قوي قوي للاعب والمصر ولكل حاجه في مصر. النهارده شفنا يوم رياضي مميز، شفنا اخطاء التحكيم جدل واسع، شفنا حاجات كتير. هي دي متعة الكورة، هي حلاوتها، هي شغفها. نتمنى نتكلم في مواضيع افضل من كده. مباريات ايام جاية كتير، تابعونا. شكرا ليكم، سلام عليكم.